الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أتم لنا الدين وجعلنا من عباده المسلمين. أنزل إلينا أعظم كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نشهد يا رب أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأرشدنا إلى أحسن الأخلاق وأقومها، فاللهم جازه عنا خير ما جازيت به نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته يا رب العالمين. وأحسن من شروق الشمس وجه أنار لنا البصائر والنوايا. محمد بن عبد الله نور من الرحمن أشرق في البرايا، وسنته الشريفة خير لهج لمن رام النجاة من الرزايا. فيا أتباعه صلوا عليه صلاتنا أزكى التحايا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحباب رسول الله، إخوة الإيمان، أهل علينا شهر ربيع الأول، أو كما يطلق عليه شهر ربيع الأنور. أنار بمولد الهادي البشير، لا بل أنارت بمولده الدنيا بأكملها. هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، سيد الأنبياء والمرسلين، أكمل البشر خلقا وأحسنهم خلقا، خير خلق الله كلهم. يا رب إنا نشهدك أننا نحب محمدا ونتقرب لك بحبنا إياه، فاجعله يا رب شفيعنا يوم الدين، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رأيت الهلال وجه الحبيب، فكان هلالين عند النظر، ولم أدر من حيرتي فيهما هلال السماء من هلال البشر. ولولا النور في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر، لكنت أظن الهلال الحبيب، وكنت أظن الحبيب البشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وكيف لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة والنعمة المزجاة، منة الله وكرامته على المؤمنين والناس أجمعين. يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. كيف لا نحبه صلوات ربي وسلامه عليه، وقد جعل المولى عز وجل حبه من حب الله تعالى. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي هذه الآية الكريمة إخوة الإيمان، معنى هذه الآية تفسيرها أن حب الله ورسوله ليس بالقول أو اللفظ، هذا مطلوب. القول واللفظ أن نحب الله ورسوله هذا جيد ومطلوب، نصلي دائما على الرسول صلى الله عليه وسلم ونحبه، لكن الأهم هو ما صدقه العمل. نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع سنته ونهتدي بهديه، نقتفي أثره، نحسن الجوار، نصل الأرحام، نتخذ منه صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة في الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
نعمل عمله ونستن بسنته، نحافظ على الصلاة التي هي عماد الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسله ربه كافة للناس، للبشرية جمعاء، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فلم تخص به قبيلة أو أمة بعينها، فكيف لا نحبه وهو الذي قال عنه ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كمالها ألا نسب صحابته الكرام وألا نقع في أعراضهم. فيا للعجب، أمر غريب وعجيب، كيف يجرؤ العاقل الذي يدعي الإسلام أن يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم على عظم شأنهم؟ يسب سيدنا أبا بكر، وما أدراك، صاحب الغار وصاحب الهجرة، الذي ورد في القرآن الكريم ذكره ليس بالاسم، لكن أشار إليه الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار يجرؤون على سبه، وهو كما قال العلماء، أغلب العلماء يقولون أن سيدنا أبا بكر هو خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ويسبون عمر، وما أدراك، الفاروق، الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما لا يكفيه دون ما بقية ما كان له في الإسلام. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. يسبونهم ويقولون فيهم قولا عظيما، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن النيل من أزواجه صلى الله عليه وسلم والخوض في أعراضهم فحدث ولا حرج. يقعون في أعراض نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال عنهم الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. فوالله إنه لعين النفاق وعين الكفر، معناها تصل للكفر، معناها والنفاق أن تسب أحدا، أن تسب نساء النبي. الإنسان يسب معناها بشر عادي، معناه يقع في أعراض أهله وذويه، معناه عنده خصلة من نفاق معناه في وجهه، معناه فما بالك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعون في أعراض السيدة عائشة ويدعون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، عائشة التي برأها الله من فوق 7 سماوات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخوة الإيمان، يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نحن معنا أمة وسط، الأمة الإسلامية، بدليل قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ادعى اليهود والنصارى حب أنبيائهم، اليهود والنصارى ادعوا حب أنبيائهم، لكن هو في الأصل معناها هم قتلة الأنبياء، بالأخص اليهود معناها. وقالت اليهود عزير ابن الله، معناها شوف معناها الحب متاعهم يوصلهم إلى الشرك بالله وجعل له أندادا ممن خلق. وكذلك قالت النصارى إن المسيح عيسى ابن مريم ابن الله تعالى الله عما يشركون. شوف معناه هم التطرف ونوصل، نحن أمة وسط، هم شوف الحب مناوين مبالغة في الحب، وهذا لا يجوز. حتى نحن في شرعنا لا يجوز لأمة. وفي تاريخنا الإسلامي نحن في المسلمين نحن عندنا برشا شعراء وبرشا من امتدح النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أصاب وأقره الرسول على ذلك. فما برشا شعراء في تاريخنا الإسلامي معناها مدحوا الرسول بما يليق به، يعني دون مبالغة ودون إطراء. منهم مثلا الصحابي الجليل حسان بن ثابت وكثير من أمثاله، ومن المتأخرين زاد فما حتى في عصورنا هذه كما أحمد شوقي، كما برشا شعراء، لكن امتدحوه بما يليق به دون مغالاة ودون
إطراء. وهنا أردت أن أنبه إخواني، ثم مشكلة يقع فيها كثير من الناس، وكثير هم مثلا ناقلي الحديث بالأخص، معناها العلماء وكذا، مش علماء كبار، متى ينقل الحديث دون أن يتحرى الأحاديث الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمكذوبة، وكثير هي معناها موجودة من أبزيد. يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. شوف عظمة الحديث هذا، يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم سوى مدح معناه مبالغ فيه، ولا يصل به إلى الشرك ساعات، وإلا بحديث معناه مثلا في الجمعة الفارطة فما حديث معناه على الصلاة معروف ياسر مشهور، لكن ليس موضوعه معناه من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا برشا عباد يقولونه، لكن هو في الأصل غير موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواننا ماذا بنا نتحروا في نقل الأحاديث، ما نحطوش ساعات حتى في تعليق في مواقع التواصل الاجتماعي ولا كذا يحط حديث، لكن الحديث موضوع. وشوف الرسول صلى الله عليه وسلم: فليتبوأ مقعده من النار، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول كذلك صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. الإطراء كما قلنا هو المبالغة في المدح، والمبالغة معناها المبالغة في تصوير النبي على أنه مثلا وحاشاه معناها أنه بمنزلة إله كما عند اليهود والنصارى. واعلموا إخوة الإيمان أن إيمان العبد لا يكتمل، منقوص ديما إيمان العبد منقوص إلا بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكتمل إيمان العبد ما لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأشرح لكم هذا. جاء مرة الفاروق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور جدا، قال: إني أحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحبك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتحبني أكثر من مالك يا عمر؟ قال: بلى. أتحبني أكثر من أهلك؟ قال: بلى يا رسول الله. أتحبني أكثر من ولدك؟ قال: نعم يا رسول الله. أتحبني أكثر من نفسك يا عمر؟ قال: أما هذه فلا يا رسول الله. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يكتمل إيمان العبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. سيدنا الفاروق سمع الكلمة هذه وانزوى بنفسه، اختلى بنفسه قليلا، ثم عاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصدق. معناها شوف الفاروق معناها ديما أجرى الله الحق على لسانه، ديما يقول كان الصدق. قال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن معناها اكتمل إيمانك. وسيدنا ابن عبد الله بن عمر معناها سأل سيدنا الفاروق، قال له: معناها كيفاش يا أبي، معناها تو كنت تحب نفسك أكثر من الرسول، تو تبدلت في لحظات. قال: قلت بين نفسي كيف كنت قبل الإسلام، وكيف كنت بعدما هداني الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأيت نفسي يوم القيامة من منقذ من النار إلا بشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما جنب جمع من الصحابة. قالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت إلى أحبابي. شوف الشرف اللي شرفنا به ربي، اشتقت إلى أحبابي. قالوا: ولسنا بأحبابك يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي، ولكن أحبابي قوم يؤمنون بي ولا يرونني. شوف الشرف صلى الله عليه وسلم الذي شرفنا به. من أي عبد، أي إنسان جاء بعد البعثة النبوية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو حبيب للرسول صلى الله عليه وسلم، هو من أحبابه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ونقول: والله شهيد على قولنا، والله حتى نحن يا رسول الله نحبك أكثر من أنفسنا ومن أموالنا ومن أهلنا، ونشهد الله على ذلك. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه،
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين. أما بعد، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المغرب، ودخل إلى حجرته، حجرة السيدة عائشة، وكانت تطل على، كما تعرفون، تطل حجرات نساء النبي على المسجد. فجلس نفر من الصحابة، هذا ما يسموهم سكان العالية، ناس صلوا المغرب ومعناه يسكنوا أبعد شوي من الجامع، في أطراف المدينة، فبقوا ينتظرون العشاء. قالوا نستنوا العشاء، صلوا فرد المرة ونروح. ودار بينهم حديث، تجاذبوا أطراف الحديث، وأنا بجنب حجرة السيدة عائشة. فقال أحدهم: أعجب العجب أن الله تعالى اتخذ من آدم صفيا. وقال آخر: بل أعجب العجب أن يتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال ثالث: بل أعجب العجب أن كلم الله موسى تكليما. وقال رابع، يتناقشوا كل واحد يقول حاجة، يتعجب من أمر الله. بل أعجب العجب أن جعل الله تعالى عيسى ابن مريم روحا منه، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. كل واحد يتناقش، وكأن بهم يريدون من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يختصه الله بصفة كما الصفات هذه، صفي، خليل. يريدون، شوف الحب بتاعهم كيفاش ربي معناها ما اعطاش الصفة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما. قدام العشية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مبتسم. شوف معناها الصحابة يتناقشوا، ناس عاديين، ما همش ناس معناها يتناقشوا بكل أدب وبكل كذا، وعندهم الحرية يتناقشوا فيها برشا مواضيع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك ما لم يتجاوزوا معناها الحد معناها. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قلتم أعجب العجب أن الله اتخذ آدم صفيا وهو كذلك، وتعجبتم من أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وهو كذلك، وتعجبتم من أن الله اتخذ موسى كليما وهو كذلك، وتعجبتم أن جعل عيسى ابن مريم كلمته وهو كذلك. ألا والله إني لحبيب الله ولا فخر، ألا وإني أول ما تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، ألا وإني أول وارد إلى أرض المحشر ولا فخر، ألا وإني أول من يقف على أبواب جنات الله ولا فخر، ألا وإني أول من يدق أبواب الجنة فيفتح له ويدخلني ربي برحمته ومن وراء أمتي ولا فخر، ألا وإني سيد الأولين والآخرين ولا فخر. عطر لسانك بالذي أحيا الليالي بالصلاة وقام، وسرى إلى الأقصى الشريف بليلة ثم التقى بالمرسلين إماما. إن الكريم إذا ذكرت محمدا يكفي الهموم ويغفر الآثام. وأصدق من هذا قول ربنا عز وجل في محكم كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه صلاة نفوز بها في الدارين. اللهم صل عليه في كل وقت وحين صلاة ترضى بها عنا إلى يوم الدين. اللهم صل عليه في الملأ الأعلى يا رحمن يا رحيم. اللهم صل عليه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير. اللهم أكرمنا بكرامته عندك. اللهم ارزقنا معرفة قدره ومقداره العظيم. اللهم سر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بصالح أعمالنا. اللهم احشرنا تحت لوائه ورايته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أجب دعاءنا
وتقبل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اجعل الجنة دار قرارنا. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا واهد ضالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا واهد سبلنا، واهدنا إلى سبل الرشاد، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم دمر أعداءهم كما دمرت عادا وثمود. اللهم إنك تقدر ولا نقدر، يا قادر يا مقتدر، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم تجمعنا هذا لا تجعل فيه شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك ولا معذبا بنار، يا عزيز يا جبار. ويغفر الله لي ولكم وهو خير الغافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وصلوا على نبيه يغفر لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Thank you.